واش انا فاهم. هذا هو اول فيديو غادي ندير في هاد لاشين ديالي، ولا لاشين ديالكم. خذوا راحتكم نعم، ما تبقاو غير على خاطركم. المهم، قبل ما نبداو بغيت نقول لك دير الكيت ودخل شي بلاصه تكون معزول على بنادم. ويت، لا كنتي معصب خلي حتى تكون مكونسونطري ورجع السمارت فون، حيت هادي قصه طرات ديال بصح غادي تعيش فيها وغادي تستمتع مزيان، والقصه فيها مغزى بطبيعه الحال. المهم، طبقتي كاع هادشي، خطاس معايا في ليستوار. مشيت. دازو شلا مصايب وشلا عقبات، الحمد لله. ولكن لقيت ناس اللي ما كنعرفهمش وعاونوني، ولقيت فيهم الخير اكثر من صحابي اللي كنعرف. نقدم لكم راسي بعدا. انا حمزه من مدينه سلا، دري طويل سمر وعامر شويه. قصتي بدات ملي كنت عندي 18 عام. كنت مبلي بجميع انواع المبوقات، كنت كندير المستحيل باش ما يعرفونيش العائله ديالي، وكنتخبى ديما. كنت انا هو الرئيس العصابه في القسم، كاع المصائب من تحت راسي، لدرجة انه ولات كطرى شي حاجة واخا ماشي انا وكيسبيوها فيا. الصراحة تقال، ما كنتش عناب وما كيهمونيش البنات نهائيا. واخا شفتو ديك أميمة في العنوان مازال غتعرفوا علاش. مهم، ما علينا. انا كنت عصبي بزاف، ديما مغوبش، الصلابة والقوة، وحتى القوة دابا هاد المفهوم ما يقدر يضيم معايا حتى شي واحد. كنت قاطعة في الدراري والليسي كامل، وحتى كلشي كيعرف بلي ما معاياش اللعب. ولكن الديفو اللي كان عندي هو تبعت الصحاب الفاسدين والقصاير والتبرهيش، ومع اللي لعاوني على قرايتي حتى لاخر العام. المهم، جا وقت بدل الضائع، مشيت ناخد النتيجة ديالي، حتى كيقولوا لي بلي الوالد دا. رجعت للدار وفي الطريق كنفكر اش غيطرى ليا، وانا عارف راسي مقودة بكاع المواد. مول لونجلي مضارب معاه، مول الماط كندخل ديما مبوق، الفرونسي بلا ما نهضرو عليه. المهم، خوكم دارها في الضلا ومشيت دخلت للدار، لقيت الوالد كيصلي، سنيتو حتى يكمل. اودي، حتى انا منيتي كنتسنى باش ينكحني. المهم، سالا الصلاة، هو يقول لي اش هادشي دابا، خوكم دار راسو البراءة، ما عارف والو. قلت له اراد شوف، خوكم لقى راسو مزرقا في كاع المواد وداير ليا مغيب 54 ساعة. الله يخرج هاد النهار بخير وعلى خير بصح. قلت له والله الوالد درت اللي في جهدي ولكن ما جابش الله. قبل ما نكمل كلامي جمعها معايا بواحد التصرفيقة، قال لي خرج قوت عليا، درت معاك جهدي وفي الاخر ما تنجحش. جات الوالدة بدات كتغوت عليه، وهو يقول لها لا بغيتي سيري تا انتي تبعي. جات لعندي الوالدة قالت لي غير سير لبيتك تا يتهدن، ورجع طلب منه السماح. فعلا مشيت لبيتي، قلت خليه حتى يتهدن ونهضر معاه. مهم، هنا غادي يطرا واحد البلان اللي ماشي في المتوقع. اللي مشيت عنده خوت عليا وجرني من يدي وخرجني برا وسط الباب. خوكم دموعي غير على سبة، ولكن انا اللي درتها بيدي. انا اللي تبعت دوك ولاد القحاب وخرجوا عليا، ولكن قلت خاص نوقف على رجليا وما خليتش دموعي يأثروا عليا. ومشيت عند اعز عشير عندي، عاودت ليه كلشي،
وقال لي والله بغيت نعاونك ولكن عندنا الضياف وما تخلينيش الوالده ندخلك حيتاش كلهم غير بنات حكا ما حكا، انت ولد تبقى حداهم. قلت ليه شكرا صاحبي العزيز، وقفتي معايا وقفة الرجال. ومشيت عند واحد صاحبي اخر وافق يخليني نبات معاه. فقت معاه الصباح قبل منه، ما قدرتش نخرج من البيت، بقيت مريح حتى فاق. وراكم عارفين هاد البلان هذا ما غادي يحس به غير اللي طاح فيه بالبيان. وهو يقول لي يلا نفطرو. قلت لي لا لا غير خليني نخرج دابا انا نخرج. قال لي واخا، ولكن الله يحفظك اخويا شوف شي حل لراسك، راه ما نقدرش نبيتك معايا حتى اليوم، وراك عارف بلي عندي خواتاتي وما خليتوش يكمل هضرته. قلت ليه صافي ماشي مشكل. خرجت بلا عقل غادي وكنسب في راسي، كنقول انا اللي درتها لراسي، كنت كنبيع اللي قدامي واللي مورايا وما نخسرش لصحابي، كنت نسمح براسي ونعطيهم وهما في الاخر بانوا لي على حقيقته. تفكرت واحد خونا كنت كنتسالو واحد 50 درهم، هي هذيك النيت هي اللي غتفك لينا الوحايد. مشيت عندو لدارهم دقيت عليه، طلعت مو من الشرجم قالت لي ما كاينش. ديما ملي كنمشي عندو ما كنلقاهش، وهو راه اصلا كاين غير في الدار، وغير مو كتقول لي ما كاينش باش ما يردش ليا رزقي. قلت ليه حتى انا زبيله مشيت لك من هنايا والله ما هبط عندي، لا مشيت بقيت تندق وتنصوني تهبط لعندي. قال لي اش بغيتي؟ قلت ليه عطيني رزقي، عطيني 50 درهم اللي كانت سالك ولا والله حتى نكويك عليها. قال لي ما هعطيكش، سير دعيني يلا. بغا يدخل ويسد الباب وانا ندفعو عليه، وسديت حتى انا الباب، دخلت وتكيتو على الحيط. قلت ليه يا اما تعطيني رزقي ولا. قال لي ولا شنو؟ قلت الحرام زرب عليا غادي، ولكن خوكم ما عطلوش، شفت فيه اصلا ما عندي حتى شي حد. جبت واحد السيزوار كنت دايرها للطوارئ، حطيتها ليه حدا وجهو، قلت ليه اش بالك دابا تعطيني رزقي؟ بدا تيرغب. قال لي يا خويا حمزه والله ما عندي تا نجيبها لك. قلت ليه شنو هو؟ ودابا رزقي يحضر دابا. قال لي خذ اللي بالك، راه ما عنديش الفلوس. بانت لي واحد السنسله دايره في عنقو ديال النقره، نطرتها ليه من عنقو. قال لي الا هذيك راه ديال، راه جاتني كاظو من عند واحد صاحبتي. وانا نشبع فيه ضحك بالبيان. واش انت كتشوف خوك في هاد البلان هذا وباقي كتفكر الدريات، وراني غتكون تيتيزا عادي تكون مزعوطه فيك، اصلا تيتيزا ما تكونش احسن مني انا. يلا حيد قول، جمعتو بواحد النص، حليت الباب وانا نعلق. منين مشى لواحد المحلابه تعالجت مزيان تما، حيت اصلا خوكم كان ما فاطرش، وملي درت يدي في الجيب لقيتو خاوي فاك. ما كاينينش فلوس وانا نعلق تاني. تبعني داك خونا بواحد السونطروا مي والو ما شدنيش، صافي فلت ليه، بقيت كندور وما حاملش راسي على شي وقع ليا انا هادشي. كنت دري زوين ما تنعرفش شنو هي السرقه، ودابا وصلت لهاد الحال، صافي بقيت كندور حتى المغرب، طلع الحال وخاصني فين نبات. اصلا كاينين عمامي وخالاتي في المدينه، ولكن خوكم نفسو حاره، ما بغيتش حتى واحد يقدم ليا الشفقه. طلعت لواحد المحطه قديمه خاويه ومهجوره، فيها واحد الكار قديم. مشيت ليه حليت الباب، وهنايا غادي نلقى شي حاجه اللي ما تدورش ليك على الباب. حتى المره اخرى نكمل لكم اخوتي الاسطوار. لاز بكم اخوتي، وطلع الجزء الجاي غادي يتلاح قريب ان شاء الله. بيس ليكم الخوت.